اختيارية على الباب الثالث وعلى الباب الرابع. أول سؤال بيقول لي اختاري الإجابة الصحيحة من البدائل الآتية. يعتبر العمود الأساسي للمشاركة في العمل التطوعي والتبرع للفقراء ومنخفضي الدخل، وهو المجال البيئي، الديني، السياسي، الاجتماعي. دي مجالات تمكين الشباب اللي احنا كنا بنقول عليها. يا ترى بيظهر فيها أي مجال؟ المجال البيئي لا، ده الاهتمام بالبيئة. المجال الديني لا، احنا ما جبناش سيرة المجال الديني. المجال السياسي لا، المجال السياسي بيختص بالترشيح والتصويت والأعمال السلطة السياسية. الاختيار الأخير هو المجال الاجتماعي. السؤال اللي بعد كده،